السلام عليكم، احلى تحية حب لاحلى متابعين. اتمنى تكونوا بخير. الملوخية النهاردة، الملوخية الاكلة اللي بنعشقها واحنا اطفال وكبار. بس في سؤال بيتكرر كتير: يا ترى لو الملوخية باتت هل ممكن نطلع فيها دود؟ هل ممكن تبقى خطر علينا؟ في الفيديو ده هنجاوب على بكل وضوح بمعلومات حقيقية من غير تهويل. تمام. الملوخية طبعا بنعملها بطريقة مصرية. أول حاجة لازم نوضح كلمة بايتة، يعني أكل مطبوخ وتساب من يوم أو أكتر وتحفظ في التلاجة أو برا. في ناس بتحب تسخن الأكل البايت وناس بتخاف. فهل فعلا الملوخية لو باتت ممكن يحصل فيها زي ظهور دود؟ الجواب جاي دلوقتي. هنجاوب عليكم الإجابة العملية: لأ، لا، ما ينفعش يظهر فيها دود فجأة. هي مطبوخة ومحفوظة كويس. ليه؟ لأن الديدان ما بتظهرش فجأة في الأكل، يعني خصوصا لو تسخن أو دخل التلاجة. لكن المشكلة تبدأ في حالتين. المشكلة الأولى أو الحالة الأولى: لو الملوخية اتسابت برا التلاجة لساعات طويلة، خصوصا في الصيف. لو كانت ملوثة قبل الطبخ، يعني فيها بواقي طفيلات ما اتغسلتش كويس، أو بيض الحشرات واتطبخت من غير ما تتنضف كويس. في حالة دي ممكن تظهر علامة الفساد. ازاي بقى؟ الريحة الغريبة، طعم لازج، والنسيج الأكل يبقى غريب بس مش دود حرفيا. الخطر مش في الدود لكن في البكتيريا والطفيلات اللي ممكن تتكاثر في الأكل البايت. أشهرهم السالمونيلا والبكتيريا، وكل ده ممكن يسبب تسمم غذائي ما يتسخنش كويس أو يتساب في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، يعني تسيبيه في المطبخ فترة طويلة، أو ما تحفظهوش صح في التلاجة. يعني الملوخية لو اتطبخت واتسابت برا طول الليل واتسخنت تاني يوم، في احتمال كبير ان البكتيريا تكون تتكاثر وممكن تسبب تسمم. حتى لو كمان وشكلها عادي وطعمها عادي. لازم تحفظي الأكل في التلاجة بعد ساعتين من الطبخ. احفظيه في التلاجة بعد ما يبرد خلال ساعتين. ما تسيبوش برا التلاجة أكتر من 4 ساعات في الصيف. سخنيه على النار لحد ما تغلي فعلا. ولو شفتي ريحة مش طبيعية أو لاحظتي أي تغيير لون أو طعم، ارميها فورا. تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة، واستودعكم الله. السلام عليكم.